الأزمة الاقتصادية الخانقة دفعت بالعديد من المواطنين للتوجه إلى محلات البيلة لعرض ملابسهم، وذلك بهدف تأمين المال من أجل تأمين الطعام. فماذا في التفاصيل؟ هيدا طعم منه ملبوس، جابوا باعوا. نحن ما عندنا هيك شغلات يعني، وزلمه كبير بالعمر خجلت انه اقول له ما بشتري هيك شيء، اشتريناه منه. بده مصاري، بده ياكل. هذا بقول لك بدي بيع الطعم، لا بدي بيع الطعم لاكل، تقولي له لا. كثير يعني عم نشوف هيك شغلات، مستحيل انه حدا يبيع ثياب، ما صارت ابدا ابدا. اي حدا عنده ثياب جديده منه لابسها، جديده بتكون بطولها من الخزانه، ما لها عازه، بوزعها. طول عمرنا هيك معارفين. هلا صار لابسها ببيعها، بده يبيعها، بده ياكل، اهم انه يدفي حاله. نعم، وصلنا إلى هذا الحد من العجز وعدم القدرة على الصمود بوجه الأزمات التي باتت تعري الناس حتى من ثيابها. ظاهرة جديدة لم يشهدها تجار البيلة وأسواق المستعمل من قبل. مواطنون من مختلف الفئات الاجتماعية يحضرون إليهم ثيابهم الخاصة واللي عقياسهم وبعزتها ويعرضونها عليهم بأي ثمن، مش مهم، المهم ياخدوا مصاري. في كتير بيجي بيعرضوا علي، وحتى بيقولوا لي، بقول لهم لا يعني ما باخذ، برجع بيقولوا لي بقد ما كان خي قد ما كان، بقول لهم لا ما باخذ، برجع بقول لي قد ما كان ادفع فيها، لو شيء بسيط لو هيدا بس خدهم، يعني ما مش عارف وين راح فيهم. بس هيك اكثر شيء بقول لي كرمال المصاري، بقول لي بدي ارجع على البيت، بقول لي مقطوع، بقول لي هيك وبقول لي بقد ما كان، يعني بس اعطيني شو ما كان ادفع لي فيهم وانا قبلان. 2 كيلو بطاطا لو يجيب له شوي ببيعها، بيستفيد. شو ما كان بدك تعطيه حقه اعطيني، بقول لك هي بتستاهل اكثر القطعه بتكون. بس كرمال يأمن حق الأكل. طبعا، او دواء. لا وغير هيك انه كمان في منهم مثلا بعرف كنت حالتهم انا، وبعرف تيجي بتقلي انه عايزتك على جنب، عرفتي انه بتكون خجوله، فانا دغري بعرف. انا اذا بفتح مجال بصير بس بشتري، بطل بيع، بصير بس بشتري من العالم. اكيد كثير ناس يوميا بيمروا اكثر من 5 6 يعني بدهم يبيعوا ثيابهم ومبينين انهم ثيابهم، بس كرامه الاكل وشربهم. يعني صار الواحد يعرض ثيابه واشياءه الخاصه ليبيعها بس مشان المعيشه بهالظروف هيدي. كانوا قبل زبايني وبستغرب منهم يعني. حتى أن هناك من يعرض الثياب أونلاين وعلى تطبيقات مختلفة بهدف بيعها لتحصيل المال. هلا غير المحلات العادية بيكونوا فاتحين في أشياء أونلاين، بيكون هن ثريفت شوب، بتتفق انت يوم تعطيهم قطعتك وهيك، وقد ايه انت بدك فيها سعر. قبل الأزمة ما كنت تفكري هيك؟ لا ما كنت فكر هيك. حياة عمرنا ما شفناها. ناس تبيع ثيابها كرمال ولا هذا كل الأيام هذه ما شفناها. وممكن نشوف بعد أضرب من هيك، الله المستعان. منهم من باع عفش بيته وممتلكاته تدريجيا حتى وصلت لثيابه، والآتي أعظم. أنا واحد منهم، مشان نقدر ناكل ونشرب ونكفي حياتنا. هو واقع نختصره بجملة واحدة، إنه طلع الناس من ثيابه.